Pick it up. Pick it up. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن فيلم بوس ان بوتس، وهقول لكم ليه الفيلم ده من اقوى افلام الانيميشن اللي نزلت الفتره اللي فاتت. القصه الاساسيه للفيلم بيبدا ببوس ان بوتس اللي هو القط اللي بنعرفه من سلسله شريك، وبيكون في مغامره جديده بس المره دي مختلفه. بوس بيكتشف انه استهلك 8 من ارواحه التسعه وما فضلهوش غير روح واحده بس. فبوس بيبدا يخاف، وبيبقى لاول مره في حياته مش شايف نفسه بطل لا يقهر. ففي يوم من الايام بيسمع نجمه الامنيات اللي لو وصلها يقدر يتمنى يرجع ارواحه كلها. تاني حاجة شخصية بوس ان بوتس. في الجزء ده بنشوف بوس بشكل مختلف، مش بس المغامر المغرور، لا بنشوفه خايف. الفيلم بيورينا رحلته في مواجهة خوفه من الموت. بعد كده تعالى ننتقل لتحليل الفيلم. في يوم من الأيام كان في قط صغير مغرور شايف نفسه أسطورة، والناس كلها بتحبه وبتغني باسمه بوس ان بوتس. بس المرة دي الدنيا اختلفت. القط اللي دايما بينط من فوق الخطر بدأ يكتشف انه مش خالد. في الفيلم بنشوف بوس بيواجه اكتر حاجة كان بيهرب منها طول عمره، وهي الموت. الموضوع مش هزار ولا مجرد شرير جديد بيطارد البطل، لا دي قصة عن الحياة والخوف والندم، وازاي ممكن تختار تواجه كل ده وتفضل تهرب لحد ما يخلص الوقت. وننتقل لأهم جزء، وهو شخصية الذئب. الذئب هو أكثر شخصية خطفت الأنظار في الفيلم كله. مش مجرد شرير، الذئب هو الموت نفسه. من أول لحظة بيظهر فيها بيكون مرعب، مش بس عشان صوته ولا طريقته، لكن لأنه دايما هادي وواثق، وعينيه بتقول كل حاجة. الذئب مش بيطارد بوس عشان عنده عدوية شخصية، لا هو بيطارد بوس لأنه استهتر بالحياة. كل مرة بوس كان بيموت فيها كان بيضحك، وكان شايف إن الحياة لعبة. بس تجسيد الموت اللي هو الذئب بيقوله أنا جيت أخدك لأنك متستاهلش الأرواح اللي كانت عندك. الرمزية هنا قوية جدا. الذئب مش وحش، هو عادل. هو بيظهر لما بوس بيبدأ يخاف، وبيختفي لما بوس يواجه خوفه. رابع حاجة النجمة والأمنية. بوس بيقرر يطلع يدور على نجمة الأمنيات، حلم سحري ممكن يحقق له أي أمنية، بس هو مش الوحيد اللي بيدور عليها. معاه كيتي، سوفت، بوس، بريتو، وجولدي لوكس، وعيلة الدببة، وحتى جاك هورنر. كل شخصية فيهم عندهم أمنية، بس الحقيقة كلهم بيدوروا على حاجة ناقصة جواه. وكل واحد بيمثل جانب مختلف مننا احنا كبشر. اللي بيدور على مكان ينتمي ليه، اللي نفسه الناس تعترف بقيمته، واللي عايز يرجع لحاجة ضاعت منه. تحول شخصية بوس. اكتر حاجة عجبتني في الفيلم ان بوس بيتغير من مغرور ومستهتر لانسان قط، بس انسان بيحس وبيخاف وبيعترف انه مش دايق. بيختار في الاخر انه يواجه الذئب، مش يهرب منه. بيقف وبيقوله انا مش هخاف منك تاني، انا دلوقتي عندي بس روح واحدة وهعيشها صح. وده اللي خلى الذئب يحترمه ويسيبه. فكر فيها، الموت ما كانش جاي يقتل بوس، هو كان جاي يعلمه درس، ولما اتعلمه سابه. كده يبقى خلصنا كلامنا عن رحلة بوس والذئب اللي بيمثل الموت، وازاي الفيلم كان فيه رسالة قوية عن الحياة والخوف. لكن الحقيقة ان في شخصيات تانية في الفيلم ليها وزن كبير، وكل واحد وراه معنى ورسالة خاصة. خلينا نغوص فيها اكتر. اول شخصية معانا جولدي لوكس وعيلة الدببة. فاكرين جولدي لوكس البنت اليتيمة اللي عايشة مع 3 دببة؟ الخط ده في القصة كان عبقري. جولدي طول الفيلم بتدور على عيلتها الحقيقية رغم انها عايشة وسط ناس بيحبوها بجد. ده بيرمز لفكرة الانتماء، وان في ناس في حياتنا فعلا بيحبونا، بس احنا بنفضل ندور على حاجة مثالية، وممكن نكتشف متأخر اننا كنا عايشين النعمة ومش واخدين بالنا. لكن في لحظة صادقة في الفيلم، جولدي بتقرر تتخلى عن امنيتها وتفضل مع الدببة، لانها فهمت اخيرا ان العيلة مش دايما دم، للعيلة حب. تاني شخصية معانا جاك هورنر، الجشع بدون هدف. جاك هورنر بقى كان تقريبا العكس تماما. شخصية مش مهتمة بحد، عايز كل القوة وكل الأسلحة السحرية وكل الحاجات لنفسه وخلاص. جاك بيرمز للجشع الأعمى. كل الناس التانية كانت بتتمنى حاجة عندها معنى، لكن جاك مش بيعرف يحب، مش بيحس، وده خلاه أكتر شخصية شريرة في الفيلم. وده بيعكس إن القوة من غير هدف ومن غير قلب ممكن تدمر كل حاجة. تالت حاجة شخصية بريتو، الشخصية اللي سرقت قلوب الناس من غير ما تحاول. بريتو الكلب اللي دايما مبتسم وبيساعد وبيشوف الخير في كل حد. بريتو هو صوت التفاؤل في الفيلم، رغم إنه كان متشرد وانضرب واتساب، فضل يضحك ويحاول يكون مفيد. شخصيته بتفكرنا ان الطيبة مش ضعف، وان الناس البسيطة ممكن يكونوا سبب تغيير كبير في حياة غيرهم. رابع شخصية كيتي، سوفت بوس، القطة اللي كانت شريكة بوس، بتلعب دور مهم في مواجهة بوس لنفسه. هي المراية اللي بتخليه يشوف عيوب. رابع حاجة هنتكلم عن الرموز الخفية اللي في الفيلم. رقم 1 الصفارة اللي دايما الذئب بيعملها قبل ما يظهر، رمز اللي عدى التنازلي، كأنه بيقولك وقتك بيخلص. ألوان الفيلم، لاحظت ان كل مشهد فيه الذئب بيكون فيه ضباب احمر، كأن الموت نفسه داخل الكادر. القتال الأخير بين بوس والذئب بيتم من غير موسيقى عشان تحس بالتوتر الحقيقي وتركز على المواجهة النفسية. في نظرية قبل ما الفيديو يخلص لازم اقولك عليها. في ناس على الانترنت بتقول ان الذئب ما كانش حقيقي اصلا، وانه مجرد تجسيد لخوف بوس من الموت، وانه كل ما بوس كان بيقوي نفسه الذئب كان بيختفي. ده يفتح سؤال كبير، هل الذئب رمز داخلي ولا فعلا كائن خارجي بيطارد كل كائن حي؟ اقدر اقول في الاخر ان الفيلم مش عن القتال ولا عن الامنيات، الفيلم
الفيلم عن تقبلنا لفكرة الموت وعن ان الحياة الحقيقية مش بعدد للأرواح لكن في ان ازاي بنعيش. بوس ان بوتس بينهي الفيلم وهو مش خايف، وده لأول مرة فهم يعني ايه قيمة الحياة والصحبة والصدق مع النفس، وده السبب اللي خلى ناس كتير تعتبر الفيلم ده واحد من احسن افلام الانيميشن اللي اتعملت في اخر كام سنة. لو عجبك التحليل ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وقولي في الكومنتات ايه اكتر شخصية عجبتك في الفيلم، واستنوني في تحليلات جاية لأفلام تانية بنفس العمق، وسلام.